بشوف ناس كتير بتقول على مسلسل الين ايرث انه مسلسل ممل او رتمه بطيء ما فيهوش حاجه بتشد، وانا مش هختلف على نقطه ان الريتم بطيء شويه. لكن المسلسل مش ممل، هو بيبني وبيمهد لعالم كبير فيه صراعات بين الشركات الكبيره اللي بتحكم الارض، وكمان بيبني لكائنات فضائيه ذكيه مختلفه غير وحش الزينومورف. واعتقد كل اللي بنشوفه حاليا في المسلسل هو تمهيد لدمار الارض وخرابها، زي ما شفنا في فيلم الين ريزراكشن، اخر اجزاء فيلم الين، ونهايه رحله شخصيه ريبلي. لكن ده مش هنشوفه يحصل في موسم واحد، واكيد هيكون على اكتر من موسم. واهلا بكم في شيف افلام، وفيديو النهارده هشرح واتكلم عن كل حاجه خاصه بالحلقه الخامسه من مسلسل الين ايرث. والحلقه كلها فلاش باك، وعرفنا فيها شويه تفاصيل مهمه، وايه اللي حصل بالظبط للمركبه ماجنوت والطاقم اللي عليها، ومين ورا كل حاجه. بس الاول اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، علشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. زي كل مرة بنشوف في البداية ملخص لمشاهد سريعة مهمة من الحلقات اللي فاتت، وهنا في الحلقة الخامسة بنرجع نشوف خيال الزينومورف مع المركبة مع مشاهد من الحلقة الأولى اللي معرفناش ايه اللي حصل مع الطاقم بتاعها. لكن المرة دي الحلقة مركزة عن ايه اللي حصل ليهم، وعرفنا ان سقوط المركبة على مدينة بروجي ما كانش صدفة، وان كل حاجة زي ترتب ليها واللي وراها كافيلر. فبنعرف انه اتفق مع مهندس موجود على ماجنوت اسمه بيتروفيتش علشان يغير اتجاهها ويوقعها جوه مدينته، علشان ياخد الحمولة والعينات الفضائية بدل ما تروح لولانديو تاني. وده يمكن مفاجأة هتغير كل حاجة بعد كده. وواضح إن مفيش حد تاني عارف باللي حاصل، وهنا بقصد الراجل اللي مع كافيلر دايما واللي اسمه أتوم أينز دراعه اليمين، فغالبا ما يعرفش باللي عمله كافيلر، لأن من الحلقة اللي فاتت وهو زي مقلق من وجود الكائنات الفضائية في المكان، وكان بيتكلم مع كافيلر إنهم يكملوا تجارب على الهايبرد. وعشان كده بقول إن هو مش عارف، والوحيد اللي بيعرف باللي حصل هو مورو نجم الحلقة، اللي يعتبر عرفنا دوافعه وسبب كل تصرفاته وتمسكه بالمهمة بشكل عام. فمن اول الحلقه بنشوفهم يصحوه علشان يعرفوه بان في حريق حصل، واتنين من اللي فيه هاجر هربوا، واحد ماسك في الكابتن والتاني ماسك في واحد اسمه برونسكي، وده وهما بيحاولوا يطفوا الحريق. لكن الكابتن مات لما رحيم حاول يفصل الفيس هاجر منه، فدمه اللي احنا عارفين انه عباره عن اسيد حامضي نزل على رقبه الكابتن وموته. وده حاجه شفنا زيها في فيلم الين الجزء الاول، بس وقتها الراجل اتلحق وما ماتش. بعدين بنشوفهم يجمدوا برونسكي على امل انهم يقدروا ينقذوه لما يوصلوا للارض، اللي بنعرف انه لسه قدامهم بتاع 17 يوم عشان يعرفوا يوصلوا. وبنشوف مورو بما انه الضابط الامني يحقق ويدور على الاسباب اللي خلت يحصل حريق في السفينه، وبنشوفه مع واحده اسمها زفيري اللي المفروض هي القائد بعد الكابتن في القياده. والاتنين هنا مختلفين مع بعض، علشان زفير بتفكر في اللي حصل انه حادثه عاديه وعادي وواخد الامور بسلاسه. وكمان بنعرف انها كانت بتحب برونسكي اللي الفيس هاجر لازق فيه، لكن مورو شاكك ان في حد ورا اللي حصل، وان في حد سبب في الحريق. واللي اكد له الشك بتاعه العمال لما قالوا له ان اللي حصل مش عادي، وان في حد عارف يضرب في مكان صح عشان ما يعرفوش يصلحوا المشكله بالساهل. بعدين يعرف زفيري انه واخد امره بصفه شخصيه من نيوتن نفسها، وهي انه يضمن وصول كل الحموله والعينات بسلام مهما حصل، وده اهم حاجه عنده. وفي خلال الحلقه زي بنفهم ايه سبب تمسك مورو بالمهمه وولائه القوي لولاند يوتاني، وده عشان عرفنا ان ايده كانت مشلوله ويوتاني عالجته لما حولتها آلية. كمان عرفنا اكتر عن بنته اللي كان عرف سلايتلي في الحلقه الرابعه انها ماتت. وفي الحلقه عرفنا انه سافر وهي لسه عايشه، وده معناه ان هو سافر وهم عارفين انه مش هيشوفوا بعض تاني، لان دي رحله في الفضاء مدتها 65 سنه. وبنشوفهم شويه مع بعض على البحر قبل ما يسيبها، والمكان كده تحسه شويه قريب من جزيره نيفرلاند بتاعت كافيلر. بس طبعا دي حاجه مختلفه، هو بس تشابه او زي كده بيوفروا في لوكيشن التصوير، لكن مش عارف المفروض دي تبقى غانا اللي هي بلده ولا حاجه تانية. كمان عرفنا ان بنته كانت بتراسله وتبعت له زي جوابات فضائيه تعرفوا فيها اخبارها، وان ولند يوتاني دفعوا مصاريف دراستها لحد ما يجيله رساله بتقول انها ماتت في حادثه، وانهم شالوا متعلقاتها لحد ما يرجع عشان يستلمها. وعلشان كده مورو ما عندوش حاجه تانية يخسرها، المهم عنده اهم حاجه وفوق اي حد. بعدين يشوفه قاعد يشوف التسجيلات على شاشات المراقبه لحد ما يلاحظ واحد وشه مش واضح وكان بيخبي نفسه من الكاميرات، وبكده بيتاكد ان في مخرب او جاسوس على مركبه. بعدين بنشوف زفيري بترش رمله عند برونسكي، حاجه كده زي نوع من التفاؤل انهم يرجعوا للارض، لكن طبعا كلنا عارفين ان ده مش هيحصل. بعدين بنشوفها بتدخل على غرفة الأم اللي هي الكمبيوتر المركزي الخاص بالسفينة، وزفير اتعرف الأم باللي حصل وإن الكابتن مات وفي حد مصاب. والرد اللي بيجي هل العينات سليمة؟ اللي هو من غير تفكير المهم وبس. وزفير حاولت تعمل نصحة علشان تاخد أمر بتدمير الحمولة لو حصل أي خطورة من الكائنات الفضائية اللي معاهم، لكن طبعا كمبيوتر الأم يقول لها انسي الكلام ده مفيش منه، العينات والمهمة أولا وأخيرا، وتطلب من زفير إنها توافق على ده وهي تضطر توافق. بعدين بيعرفوا ان الزينومورف خرج من برونسكي ومحدش بقى عارف هو فين، وبكده فشلت فكره ان لو متجمد مش هيحصل له حاجه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف واحده من الحشرات الفضائيه اللي بتحب تمص الدم، وهي بتعرف تفتح القفل بتاع الانبوب بتاعها، وبنشوفها تنزل اشياء الصغيره في ازازه الميه بتاعت شيبوزا اللي كانت تعمل التجارب عليهم، وهي ولا خدت بالها. والكائن العنكبوتي ابو عيون كتير
كان شايف ومراقب كل حاجة ومن التركيز عليه حاسه هيكون مفاجأة المسلسل. فمن الحلقة اللي فاتت وعرفنا إن الكائن ده ذكي جدا، وكمان وضح ده في خلال الحلقة لأن في حاجة غريبة هنا حصلت في المشهد ده تخليك تفكر ده عايز إيه ولا يفكر إزاي. فلما الحشرة عرفت تخرج نفسها بنشوفه خبط على الأنبوب اللي فيه، ومش عارف في اللحظة دي كان عايز فعلا يحذر شيبوزة ولا هو كان عارف إنها تتخنق منه عشان تبعده وتنسى تقفل عليه كويس زي ما حصل فعلا، ولا هو خبط عشان يشتتها والحشرة تعمل اللي عايزاه. فمش واضح هدفه إيه، لكن من ردود فعله هنا أكنه بيحذرها، لكن ليه مش واضح. بس متأكد إن الكائن ده هنشوفه كتير، وحاسه ممكن يغطي على الزينومورف بعد كده أو يطلع أخطر منه. واحنا في خلال الحلقة شفناه دخل في الراجل بتاع الصيانة واتحكم فيه بشكل كامل وخلاه يعمل حركات شقلباظات ما اعتقدش الراجل نفسه كان يعرف يعملها. وكمان كان حاول يسيطر على الزينومورف اللي قدر يخلعه بصعوبة قبل ما يخترقه. بس توقعي بشكل عام إننا ممكن نشوفه يسيطر على نسخة الزينومورف الصغير الموجود في مختبر كريش، ويمكن حتة الكائن الصغير أبو عيون كتير ده يكون سبب دمار كل حاجة بعدين. بعد كده بنشوف إن الواد الصنايعي الغلبان اللي اسمه مالاكايت شرب من إزازة المية بتاعت شيبوزا وطبعا راح فيها ورجع دم. ولما جم يكشفوا عليه لقوا إنه جواه حشرات بتمص في دمه. ولما رحيم كان عايز يساعده ويعملوا عملية، واحدة منهم خرجت غاز سام خلص على رحيم وعلى شيبوزا، والواد طبعا مات بعدها. وبكده بسبب حظ رحيم السيء اتسبب في موت الكابتن زي ما عرفنا في الأول لما حاول يفصل الفيس هجر عنه، وتسبب في موته هو شخصيا مع شيبوزا. وكل ده عشان متحمس يساعد من غير ما يفكر في احتياطات السلامة. بعدين بنشوف شوية أكشن ومطاردات بين مورو وبيتروفيتش اللي طلع مهكر البيانات ومخلي الكل مفكره نايم في غرف التنويم. وبعد معاناة مورو بيخلص عليه لكن متأخر لأن التاني كان يعتبر خلاص أنهى مهمته، وقدر إنه يوجه المركبة إنها تقع على الأرض على مدينة بروجي علشان تروح على كافيلر زي ما اتفق معاه. وفي الآخر بنشوف مورو بيهرب من الزينومورف اللي كان قتل أرخم واحد في الحلقة واللي اسمه تينج، ودخل في صراع مع عامل الصيانة اللي العين بيتحكم فيه. ومورو بيدخل غرفة الكمبيوتر عشان يعرف الأم باللي حصل، وده زي ما شفنا في الحلقة الأولى. وبنشوفه يسيب زفيري بره عشان خلاص ملهاش لازمة والزينومورف بيخلص عليها، وده عشان هدف مورو المهمة والحمولة، والباقي كده كده مات فهي ما فرقتش يعني. واعتقد ان هو قلق ان لو دخلها معاه تتسبب في موتهم هما الاتنين لانها بتاخد قرارات دايما غلط ممكن تبوظ مهمته، لان هي اللي وافقت على عمليه مالاكايت اللي عملها رحيم وهو كان رافض الفكره. وطلع هو صح عشان العمليه اتسببت في موتهم كلهم، فلو كانت سمعت كلامه كان رحيم وشيبوزا عاشوا. وبكده عرفنا في الحلقه كل اللي حصل وازاي كل واحد من افراد الطاقم مات، وعرفنا ليه السفينه وقعت على بروجي وان من الاسباب كافيلر. والحلقه بتنتهي اننا نشوف مورو قدام يوتاني بنفسها يقول لها على اللي حصل وعلى خطته لما يواجهوا كافيلر، لان مورو مصمم انه يرجع كل حاجه اتاخدت منه. وبس كده ده هتكون نهايه شرح وتحليلي لكل حاجه خاصه بالحلقه الخامسه من مسلسل الين ايرث، المسلسل المشتق من عالم افلام الين. واتمنى الفيديو يعجبكم وتعرفوني على رايكم في التعليقات. وفي الاخر اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات وفولو صفحات شيف افلام على التيك توك والانستجرام علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.